ولكن في نقطة في البداية عايز اتكلم معاكم فيها، وعارف ان الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ممكن يعمل لي مشاكل جامدة جدا، ولكن لازم اقوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والنهارده يا شباب جه ميعادنا مع فيديو اسعار الايفون مستعمل من داخل المحلات، عشان لو اي حد فيكم نازل يشتري اي موبايل يبقى عارف متوسط الاسعار كام. وطبعا كلكم عارفين انا بجيب الاسعار دي من مكان واثنين وثلاثة عشان اقدر اجيب لكم الاسعار مظبوطة. وخليني اقول لكم كده في البداية ان الاسعار الشهر ده بدأت تنزل بشكل ملحوظ، وطبعا دي حاجة كويسة جدا. وخليني اقول لك على الحاجة الاحسن كمان، ان في خلال ايام هنزل لكم فيديو زي ما اتعودتوا من داخل ستور باسعار وعروض هتكون قويه جدا جدا جدا. عشان كده لو انت بتشوفني لاول مره انزل اعمل سبسكرايب في القناه عشان الفيديو اول ما ينزل تكون من اول الناس اللي هتشوفه وتقدر تستفيد بالعروض والخصومات اللي بنقدمها من داخل المحلات. ويلا بينا نروح لاسعار الايفون. طب يا شباب دلوقتي بقى كده اقول لكم على كل اسعار الايفون، ولكن في نقطه في البدايه عايز اتكلم معاكم فيها، وعارف ان الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ممكن يعمل لي مشاكل جامده جدا، ولكن لازم اقوله. طبعا لكل اللي متابعني الفتره اللي فاتت عارف ان انا من خلال ايام قلت لكم ان انا هنزل لكم مكان واثنين وثلاثه، حاجه انتوا طلبتوها مني كتير، وهي انك من خلال البطاقه بتاعتك سواء انت طالب موظف حاصل على شهاده ايا كان اللي مكتوب في البطاقه بتاعتك، هخليك من خلالها تقدر تقسط اي موبايل انت عايزه وبدون مقدم كمان. وفعلا كنت هعمل ده، وكان في 6 اماكن انا كنت متعاقد معاهم. ولكن قبل التصوير بيومين جات لي رساله من متابع، نص الرساله كده بالظبط، قال لي خلي بالك يا استاذ محمد، التقسيط من خلال شركات بيكون ربا بس. وهنا كان لازم اقف عند الرساله دي، ما ينفعش اعديها. خليني اقول لكم ان انا بعد ما شفت الرساله دي انا اكيد ما خدتش الرساله وبناء عليها خدت القرار واتصلت بالناس وكنسلت كل الشغل اللي معايا او التصوير اللي كنت نازل اصوره من داخل المحلات. انا كلمت ناس مختصه في الدين عشان اسالهم واقدر اعرف الاجابه الصح ايه. اول حد كلمته قال لي لو التقسيط هيكون من خلال المالك نفسه، يعني صاحب المكان هو اللي هيقسط الموبايلات، ده حلال ما فيهوش اي مشكله. ولكن لو في وسيط في النص هتديك مثلا ليميت معين ومن خلالها انت هتقسط مع المحل، اصبح في وسيط بينك انت وصاحب السلعه نفسه اللي هو صاحب المحل، فانت كده فعلا دخلت في ربا. لازم اللي هيقسط يكون صاحب البضاعه. وده اول رد جالي، قلت برضو عشان اطمن اسال حد تاني. ولكن الغريب ان الرد التاني اللي جالي برضو من حد مختص، قال لي احنا بنعتبر الشركات الوسيطه اللي ممكن تقسط ده بيكون تسهيل للاجراءات، لان الموبايل اصبح شيء اساسي، فبالتالي ممكن اي شخص يقسط من خلالها، لانه ممكن يكون محتاج الموبايل في شغله وهو معهوش الامكانيه ان هو يشتريه، فده ما يعتبرش ربا ادام ما بيسحبش فلوس كاش بالكريدت اللي معاه. فانا اصبح كده عندي تضارب في الاراء. ولكن عشان اكون واضح معاكم، ادام في تضارب حد قال لي حلال وحد قال لي حرام، انا شخصيا مستحيل اجازف. واتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم، ولكن انا وضحت دلوقتي ليكم انا ليه ما صورتش فيديوهات التقسيط زي ما وعدتكم. يلا بقى نروح لاسعار الموبايلات ونعرف متوسط الاسعار النهارده كام. يلا بينا. تعالوا بقى يا شباب نبدا في الاسعار مع بعض. واول موبايل يا شباب هنبدا فيه مع بعض وهو الايفون 8 بلس. وخلي بالكم الموبايل ده كل الابلكيشن شغال عليه بشكل طبيعي، تقدر تروح تشتريه. الموبايل كويس، مش معنى ان الابديت وقف عليه يبقى الموبايل ملوش لازمه، بالعكس تقدر تشتريه. وبالنسبه لك لو انت استخداماتك سوشيال ميديا بس، الموبايل هيكون اداؤه كويس مع قيمه مقابل سعر. وده متوسط سعره النهارده يا شباب في المحلات هتلاقيه حوالي 6000 جنيه. سعر الموبايل كويس وشغال معاك في كل برامج السوشيال ميديا. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون اكس، وده متوسط سعره النهارده داخل المحلات 8000 جنيه لحد 9500 جنيه. تقدر تجيب الموبايل ده من بره ب 5000 جنيه لو عايز، بس اهم حاجه اتاكد من حاله الموبايل. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون اكس ار والايفون اكس اس، لان الاثنين بيجوا في نفس الفئه السعريه، ولكن الاكس ار للمساحه ال 128 والاكس اس للمساحه ال 256. ودول متوسط سعرهم النهارده من 10000 جنيه لحد 12500 جنيه، لان الابديت الجديد مش هينزل عليهم خلاص، فده متوسط السعر ليهم النهارده. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون اكس اس ماكس، وده متوسط سعره النهارده من 12000 جنيه ل 15000 جنيه. ولكن ما تدفعش فيه اكتر من كده، لانه مش هياخد الابديت الاخير الاي او اس 26. خلي بالكم ان اداء الموبايل ممتاز جدا، ولكن انا بعرفك معنى ان الابديت وقف على الموبايل طبيعي سعره بينزل، فخلي بالكم من النقطه دي. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 11، وده متوسط سعره النهارده هيكون من 13000 جنيه لحد 17000 جنيه لو هتجيب فيه مساحه عاليه شويه. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 11 برو، وده متوسط سعره النهارده لو حالته كويسه من 16000 جنيه لحد 17500 جنيه. برده ما تجيبش الموبايل بسعر اعلى من ده. وكل الاسعار دي يا شباب مدفوعه ضريبه، يعني مش هتجيب موبايل يكون لسه عليه ضريبه. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 11 برو ماكس، وده متوسط سعره النهارده من 18000 جنيه لحد 22000 جنيه. يعني تقريبا هتلاقيه في الجزئيه دي، طبعا على حسب المساحه وحسب حاله الجهاز بيتحدد السعر. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 12، وده هتلاقي متوسط سعره النهارده من 17000 جنيه لحد 19000 جنيه.
برضو على حسب الحاله وحسب المساحه بيتحدد معاك السعر. هنطلع يا شباب لل 12 برو، وده هتلاقي متوسط سعره النهارده من 21000 جنيه لحد 23000 جنيه، برضو على حسب الحاله وحسب المساحه هيتحدد معاك السعر. ال 12 برو ماكس يا شباب متوسط سعره النهارده من 25000 جنيه لحد 28000 جنيه، اكتر من كده ما انصحكش ان انت تجيبه خالص. تعالوا بقى يا شباب نطلع بعد كده لسلسله الايفون 13، ودي افضل سلسله من شركه ابل، انا شخصيا بحبها جدا ووضحت ده اكتر من مره. الايفون 13 العادي يا شباب النهارده متوسط سعره هتلاقيه من 22000 جنيه لحد 25000 جنيه، على حسب حاله الموبايل هيتحدد معاك السعر، لان الموبايل الجديد النهارده متوسط سعره حوالي 28000 جنيه، كان لسه من شهرين وصل لحد 33000 جنيه، ولكن النهارده جديد حوالي 28000 جنيه، فزي ما قلت لك مستعمل من 22 ل 25، لان الموبايل لسه فيه حالات ممتازه جدا جدا. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 13 برو، وده متوسط سعره من 28 لحد 32000 جنيه، برضو على حسب الحاله وحسب المساحه هيتحدد السعر. الايفون 13 برو ماكس يا شباب متوسط سعره النهارده من 35000 جنيه لحد 39000 جنيه، وخلي بالكم وقلتها لكم قبل كده، ال 13 برو ماكس مش هتلاقوا بطاريه فوق ال 90% عشان محدش يضحك عليكم، ولو دخلتوا اي محل لقيت البطاريه فوق ال 90% انا بقول لك ما تاخدش الموبايل، عايز تاخده براحتك. تعالوا نطلع بعد كده بقى يا شباب لسلسله ال 14، وهنبدا باول موبايل وهو الايفون 14 العادي، وده متوسط سعره النهارده هتلاقيه حوالي 25000 جنيه. هنطلع لل 14 بلس، وده متوسط سعره النهارده يا شباب ده من 27000 جنيه لحد 29000 جنيه، برده على حسب حاله الموبايل، وممكن يوصل معاك ل 30000 جنيه. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 14 برو، وده متوسط سعره من 36000 جنيه لحد 39000 جنيه، هتلاقيه في الجزئيه دي. انا عارف وقلت لكم اكتر من مره يا شباب تقدروا تجيبوا اسعار اقل من دي لو هتشتروا اونلاين، بس انتوا عارفين رايي في الموبايلات الاونلاين، ونزلت لكم فيديو ووريتكم ايه اللي بيحصل اثناء شراء اي موبايل اونلاين من على اي منصه ممكن تلاقيها موجوده. المحل بالنسبه لكم يا شباب حتى لو اغلى شويه بيكون اضمن، لانك بتكون عارف انت دافع فلوسك فين، انما الاونلاين انت اشتريت الموبايل وشكرا، بعد كده انت ولا هتعرف تجيب صاحب الموبايل ولا هتعرف توصل له، فما تفرحوش باسعار الموبايلات، جيبوها بسعر اغلى ولكن تبقوا ضامنين فلوسكم فين، عشان يوم ما يحصل حاجه في الجهاز تقدر ترجع للمكان تاني تاخد فلوسك او تاخد موبايل تاني، وخلي بالكم قوي من الكلام ده. تعالوا بقى نطلع للايفون 14 برو ماكس يا شباب، وده متوسط سعره النهارده هتلاقيه من 42000 جنيه لحد 46000 جنيه، ده المتوسط بتاعه، كان بيوصل لحد 52000 جنيه الجهاز ده يا شباب لسه من شهرين او من 3 شهور، ولكن زي ما قلت لكم الاسعار بدات تنزل بشكل ملحوظ الفتره دي. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 15 العادي، وده متوسط سعره النهارده هيكون من 35000 جنيه ل 38000 جنيه. الايفون 15 برو يا شباب متوسط من 46000 جنيه لحد 50000 جنيه لو الجهاز حرفيا كسر زيرو، لكن هو هتلاقيه دايما 46 47 هتلاقيه في الجزئيه دي. هنطلع بعد كده يا شباب للايفون 15 برو ماكس، وده متوسط سعره من 52000 جنيه لحد 57000 جنيه، برضه على حسب حاله الجهاز. الايفون 16 العادي يا شباب النهارده متوسط سعره حوالي من 40 ل 42000 جنيه، طبعا مدفوع الضريبه. طبعا الايفون 16 برو ماكس متوسط سعره النهارده جديد متبرشم 66000 جنيه، يعني انت لو هتجيبه كسر زيرو ممكن تجيبه ب 61 62 ب 60 انت وشطارتك. وبكده يا شباب اكون عرفتكم متوسط الاسعار النهارده كام من داخل المحلات. الاسعار دي يا شباب انتوا لو نزلتوا اي محل هتلاقي ده المتوسط بتاعها، ممكن موبايل يزيد 1000 يقل 1000، ولكن ده المتوسط اللي موجود. وعايز اقول لكم للمره الاخيره استنوا الفيديو اللي جاي، هيكون في عروض وخصومات قويه جدا جدا لكل المتابعين، عشان اعوضكم عن فيديو التقسيط اللي كنت وعدكم بيه وللاسف ما قدرتش اعمله. طبعا انا وضحت وجهه نظري، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوني. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب اكون قدمت لكم معلومه مفيده. كان معاكم محمد المكيتري من قناتي على اليوتيوب، مع السلامه.